شد في العضله، فممكن يسبب لك وجع وهمي او عرق نسا وهمي. البريفورمس ماسل، البريفورمس ماسل دي عضله مشهوره قوي وبتيجي عند ناس كتير بتحصل لها مشاكل. ايه عرق نسا ده اصلا؟ شايفين عم عصام ده؟ شايفين المفصل ده؟ هنا بتلاقي فيه غضروف، الغضروف ده لما بيطلع لبره بيخبط هنا في عصب، العصب ده لو هو خبط فيه بيعمل لك تنميل للجزء بتاع اليمين بتاع الرجل، طب لو خبط في الناحيه الشمال هيعمل لك تنميل في الجزء الشمال بتاع الرجل. ده اللي بيسمى بالعرق النسا، لان هو من كتر الوجع بتاعه بينسيك اي حاجه تانية في الدنيا، وجعه كبير جدا، تحس التنميل على طول. هو مش بتاع النسا فبتاع النسوان يعني، فاهم؟ عشان بس في ناس بتفكر كده، هو نسا جاي علاقه بالايه؟ بالنسيان. دي سبب من ضمن الاسباب ان هو ممكن يبقى فيه عرق نسا، بسبب ان في ضغط على الفقرات، الغضروف طلع اللي في بره ضرب في العصب. في بقى حاجه تانية اللي هو بيكون عرق نسا كاذب، او اللي هو بيكون حاجه انت فاكر ان هي من الغضاريف والاعصاب ولكن ما طلعش منها. ليه بقى؟ لان العصب بتاع السياتيك نيرف اسمه سياتيك نيرف، او اللي هو بيسمى بالعرق النسا، بيعدي اصلا من قلب العضله، فلو العضله دي مشدوده زياده عن اللزوم من كتر القعده، فساعتها ممكن تضغط على العصب من تحت في الجزء ده، فبرضه تعمل لك تنميل في الرجل. فتلاقي في الاخر اعراض واحده، التنميل واحد، ولكن تلاقي الاسباب مختلفه. ممكن تلاقي جاي منين؟ من الغضروف، وممكن تلاقي جاي منين؟ من البريفورمس ماسل. فعشان كده دي من اكتر الحاجات برضه اللي ممكن تقابلك.